السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي يا حلوين يلي في بلادكم منورين؟ صلوا على النبي يا حبايبي قبل ما نتكلم كلمتين حلوين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين ندعي كده ونستغفر كتير في الأيام المباركات هذه بظهر الغيب. ندعي البعض يا رب يعم الخير والسلام في بلد الحبيب مصر وبلادكم أينما كنتم. اللهم آمين اللهم آمين. نقرب الكاميرا كده عشان تقريبا في فرس اهو او خيل لهواة الخيول. حبيبة قلبي مسك بنت قطر الجميلة من عشاق الخيول وكل عاشق للخيول. تعالوا بقى اما نتكلم او ندردش كده شوية دردشة. يا رب ينال اعجابكم هذا الفيديو. حطوا اللايكات لو انتم ناسيين زي ماما امان ما بتنسى. حبايب قلبي دايما امي رحمة الله عليها وجدتي واجدادنا كانوا يقولوا لنا منذ الصغر ونشيت على هذا المنوال. كانوا دايما في الامثال بيقولوا ايه لاقيني ولا تغديني. الابتسامة بمعنى هي لاقيني كما لاقيني ولا تغديني، اللي هي ايه في ديننا الإسلامي اللي هي بنقول ايه في الأحاديث تبسمك في وجه أخيك صدقة. في نفس الوقت مشينا على منوال برضك ايه تاني يا حبايب قلبي، اللي هي جبر الخواطر، اللي هي الكلام اللي هو ما يبقاش زي الدبش. وهذا موضوعنا ان شاء الله بتاعنا النهارده، الكلام الدبش او الكلام السيء. ممكن بيبقى ليكي صديقة ابنها مثلا او زوجها بيعمل افعال غير لائقة. الولد مثلا ربنا بيكرمه يعني الى حد ما بيبقى كويس. تيجي انت مثلا تلاقي الولد بيصلي في المسجد، تقابليها تقول لها ابنك بيصلي من امتى؟ ابنك اللي كان بيقف على النواصي مثلا واحدة تكون متبرجة بشعرها، تيجي مثلا تشوفيها تقول لها ايوه يا ست الشيخة، انت بقى هتستشيخنا وعامله لي متدينة. فين ايام زمان، ايام ما كنت وشك كده كله روج كله مش عارف. ما ينفعش واحد او واحدة فرحانة بشيء ما ينفعش ان انا اكسر فرحتها، ان انا كلامي يبقى زي الدبش كده زي ما بيقولوا. الكلام ده بيوجع بيوجع. انت كلامك يعني اللسان ده اللي مودينا في داهية. ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبنا بالقول والعمل. ايدك دي عملتي بها ايه؟ سرقتي، عملتي بها معصية. كل جوارحنا يعني بنحاسب عليها. واهم شيء اللسان يعني يكاد بعض الناس يقول لك ايه ده البني ادمه دي والعياذ بالله ده لسانها ده متبري منها. عندنا هنا في مصر بنقول كده متبري منها، ده لسانها ده عايز قطعه. ايه الكلام اللي هي بتقوله لاختها ده؟ ايه الكلام اللي هو بتقوله لجارتها ده؟ ايه الكلام اللي هي بتقوله لحماتها ده؟ ما ينفعش. طيب الناس اللي بتتجرح من الناس الجبلة اللي ما عندهاش دم، اللي بتحب تجرح اللي حواليها، اللي بتتقهر من كلام اللي حواليها. ممكن مثلا تبقي مثلا مش في دماغك اي حاجة، تبص تلاقي حماتك مثلا رايحة عندها، تبص لعيالك كده نظرة ايه ده؟ هم عيالك عاملين كده ليه؟ بطريقة جارحة، مش بطريقة طبطبة. انت اكيد بتحسي. وساعات زوجة الابن تجرح حماتك تبقى تعبانة في الاكل وعاملة كل حاجة ممكن تخليكي ما تحطيش ايدك في اي حاجة في المطبخ،
لا ده الاكل مش حلو، لا ده الرز معجن. تطلعي اي حاجه، المهم ايه، تحرقي دمها زي ما بيقولوا. انا عايزاكم بقى يا حبايب قلبي، الناس اللي زي دي انا بتعامل كده، انا عن نفسي بتعامل كده. عايزاكم تتعاملوا بايه؟ اوعي تموتي قهرا، اوعي حماتك تقولك او صديقتك او اي حد يجرحك باي جرح. طبعا انا مش مع كده، الناس اللي زي كده حافظوا على كلامكم. قبل في واحده تقولك ايه، والله ما اقصد، والله ده انا بنصحها، والله ده انا خايفه عليها. لا، خايفه عليها مش بالطريقه دي، طريقه غير مباشره، طريقه غير مباشره. تمام. الناس اللي احنا بنقابلها في حياتنا بهذه الطرق للأسف، اللي هي كلامهم زي الدبش، بيتدخلوا في كل حاجة في حياتنا، بيفرضوا نفسهم علينا بالكلام مش كويس. تعملوا ايه؟ انا عن نفسي بعمل كده من زمان، منذ زمن، من قبل ما اتزوج. اتعلمت من امي اطنش، اضحك، احط رجليهم زي ما بنقولوا ايه، تحت الاقدام، تحت الاقدام، ولا يهمني كلام حد ولا اي حد يقهرك. حماتك تقول لك كلمه، اوعي تفكري، اوعي تفكري وتقعدي بقى الشيطان يقول لك لا ده تقصد كذا، ده تقصد كذا. لا، نفرض حسن النيه مع انك متاكده سوء النيه في كلام حماتك او كلام اللي حواليك. لا 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 لا. ليه؟ مش عشانهم هم. انا بقول لحضرتك او بقول لحضرتك كلامهم. شفتوا الولد اللي هو الملتحي ده، اللي هو انتحر من ايه؟ من كلام اللي حواليه. محدش طبطب عليه، محدش قال له، يعني كلام 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 كلام. الكلام يا جماعة بيودي في داهية، الكلام بيودي في اكتئاب. فأي حد يقول لك كلام انت مش مقتنع بيه او ناوي يحطمك ويكسر عليك فرحتك، لا، حط كلامه تحت الاقدام ولا يهمك كلامه، وافرح انت وولادك واسرتك، وعيش مع اللي بيحبوك. كل اللي غاوي يعكنن عليك حياتك، لا، استمتع باللحظة، ما تدخلش نفسك في اكتئاب. ما تجيش اول يوم رمضان حماتك تقول لك كلمه كده، او مرات ابنك يعني تبقي تعبانه ومقهوره وتيجي زعلانه في نفسك وتأنبي نفسك، ليه يا ربي، ليه يا رب عملت فيا كده، يا رب ده انا قايدنا لها. لا، اوعي تحاسبي نفسك، اوعي تحاسبي نفسك. اتركي 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 الحساب عند ربنا. اللي بيقهرك النهارده ربنا هيقهره، ربنا هيحرق اللي ناوي يحرق دمك. لا، ربنا هيحرق دمه. ده من غير ما تتكلمي، من غير ما تدعي، من غير ما تتكلمي. عيش حياتك، عيش اللحظة. إياكي وقهر والقهر. والناس بقى اللي هي كلامها زي الدبش دي، أنا معرفش انتوا هتتعلموا امتى. إن كنتوا أطفال علموا أولادكم، علموا أولادكم بدل ما يندرجوا في المساءلة من ربنا سبحانه وتعالى. علموا أولادكم بدل ما يبقوا منبوذين كده. أنا بعض الناس اللي هي بتتدخل في حياتي بطريقة كلامها كده زي الدبش، بحاول ابعد عن مكانها، بحاول ما اسمع لهاش، بحاول لا عايزاها تتصل بيا ولا اشوفها ولا تشوفني ولا ليا دعوه بيها ابدا. بعيش حياتي وبستمتع مع حياتي مع زوجي واولادي وكل اللي بيحبوني. فاتركوا الامر لله، وربنا خير حافظا. ربنا يحفظنا ويحفظكم. ويا ريت كلامي هذا نعمل بيه ونعلم ولادنا. يا حبيبي خلي بالك، اوعى تجرح صاحبك، اوعى تجرح صاحبتك. علموا اولادكم. للاسف في بعض الناس ناقصه ربايه، ناقصه ربايه. فيا ريت ناخد بالنا من هذه المواقف. نروح بقى نصلي العصر، إقامة دلوقتي. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حفظ الله ورعايته.